بالفيديو وفاة هشام زوج المؤثرة المغربية خديجة خلق ضجة كبيرة بين المتابعين وأثار قلقاً للمغاربة. أولاً، وإذا كنت مسلماً فادعم هذا المقطع بعلامة إعجاب. في الأيام الأخيرة انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة هشام زوج المؤثرة المغربية خديجة، مما أثار ضجة كبيرة بين المتابعين وأثار قلقاً واسع النطاق. إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك التي تحمل اسم خديجة وهشام نشرت صورة لهشام مرفقة بتعليق تطلب فيه الدعاء له بالرحمة. هذا الخبر أثار صدمة وحزناً كبيراً بين الناس سواء داخل المغرب أو خارجه، حيث قام الكثيرون بالاتصال بخديجة ومراسلتها للتحقق من صحة الخبر، ولكنها لم ترد على هذه الرسائل، مما زاد من الغموض حول الوضع الصحي لهشام. في ظل هذا الغموض توجه العديد من الناس إلى اليوتيوبر المغربية ليلى الشمام التي تلقت الكثير من الرسائل الخاصة على حسابها على إنستغرام تسأل عن صحة الخبر. ليلى الشمام قررت أن ترد على هذه الأسئلة عبر ستوري على حسابها إنستغرام، حيث نشرت محادثة مع إحدى متابعاتها التي سألتها عن حالة هشام. وأكدت ليلى في ردها أن خبر وفاة هشام مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، ودعت الناس إلى عدم تصديق الصفحات التي تتاجر بمآسي الآخرين، وقالت: الخبر مجرد شائعة، والله يأخذ الحق في تجار المآسي، لا تتيقوا في الصفحات. ما زال هشام غادي مزيان، إن شاء الله يتشافى ويقف على رجليه ويكون موعظة وعبرة لنا جميعاً. وأعربت ليلى عن أملها في أن يتعافى هشام قريباً ويعود بصحة جيدة، وأن تزول هذه الفترة الصعبة بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يمن على هشام بالشفاء العاجل وعلى جميع مرضى المسلمين.